مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا، وانزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. تقارير صحفيه تؤكد بان نادي الفتح السعودي بيستعد لتقديم عرض مالي مغري للاهلي من اجل الحصول على خدمات مروان عطيه خلال فتره الانتقالات الصيفيه القادمه. وتؤكد بان مروان عطيه انال اشادات قويه من جانب اداره النادي السعودي بعد ظهوره بمستوى ثابت مع الاهلي طوال الفتره السابقه، وايضا مشاهده اللاعب عن قرب خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني في وديه المنتخب السعودي في الشهر الماضي، واشادات سعوديه قويه بالمستوى الذي ظهر به مروان عطيه طوال الفتره السابقه مع الاهلي والمنتخب. مصدر بالاهلي يؤكد بان النادي يستعد لفتح النقاش مع مروان عطيه من اجل تمديد وتعديل عقده مع الفريق خلال الفتره القادمه، وذلك لرغبه النادي القويه بالحفاظ على خدمات اللاعب مع الفريق في الموسم الجديد وعدم التفريط في خدماته في الوقت الحالي، خاصه وانه لا يوجد بديل مناسب في الفريق قادر على تعويض رحيله بعد استقرار اليو ديانج بالرحيل عن الاهلي عقب نهايه الموسم. ومصدر يؤكد بان الاهلي يستعد لفتح النقاش عن طريق الكابتن سيد عبد الحفيظ مع مروان عطيه خلال الايام القادمه من اجل تعديل وتمديد عقده مع الاهلي، واداره النادي تستقر على تعويض اللاعب من الناحيه الماليه واعطائه راتب يتناسب بحجم امكانياته وقدراته من اجل الحفاظ على خدماته. واتجاهات قويه في الاهلي لرفع عقد مروان عطيه ضمن الفئه الاولى لعقود اللاعبين بالنادي. الكابتن محمود الخطيب عقد اجتماع مع محمد كمال رئيس مجلس اداره شركه القلعه الحمراء بالنادي بعد تلقي تقرير من جانبه بوجود تاخير كبير في الجدول الزمني المحدد لبناء استاد الاهلي، وذلك للتاكيد عن غضبه الشديد بعد هذا التقرير لرغبه النادي القويه بانهاء الاستاد في اقرب وقت وعدم التأخير عن الفترة الزمنية المحددة. وأكد له على ضرورة التركيز في عملية البناء الخاصة باستاد الأهلي، وإنه لم يقبل أبدا أن يحصل أي تأخير بتسليم الاستاد في موعده، وإنه مطالب بتسليم الاستاد في الموعد المحدد قبل انتهاء مدة المجلس الحالي. الأهلي ينفي كل ما تم تداوله في الأيام الماضية عن تفاوض النادي مع المدافع الجزائري محمد أمين مدافع الترجي التونسي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ومصدر يؤكد بأن كل ما قيل عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة وعبارة عن اجتهادات صحفية، واللاعب مجرد مرشح فقط من ضمن قائمة الترشحات على طاولة النادي. ويؤكد بأن الأهلي تلقى عرض من أحد وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع اللاعب خلال الفترة القادمة، لكن الأمر لم يتعدى مجرد ترشحات مبدئية ولم تصل للمرحلة الرسمية، خاصة وأن هناك حالة تردد كبيرة داخل الأهلي بشأن الدخول في مفاوضات رسمية مع اللاعب الأيام القادمة لوجود رغبة لدى النادي بالتعاقد مع لاعبين أجانب في مراكز خط الهجوم وليس خط الدفاع. تراقب كبير من جانب أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي بصدور حكم لجنة شؤون اللاعبين غدا بشأن أزمة مستحقاته مع الزمالك، وتوقعات كبيرة بأحقية اللاعب بالحصول على 60 مليون جنيه من الزمالك لعدم مخالفته اللوائح والقوانين. واتجاهات قوية لدى اللاعب باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في حال صدور أي حكم اتجاهه يمنعه من الحصول على مستحقاته أو مد المهلة مجددا. موقع وين وين يؤكد بأن الأهلي جدد اتصالاته مع المهاجم العراقي مهند علي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ويؤكد بأن هناك رغبة قوية من جانب الأهلي بالحصول على خدمات اللاعب في الصيف القادم لوجود قناعات كبيرة من جانب مسؤول النادي بإمكانيات وقدرات المهاجم العراقي، وأن إدارة النادي تستعد للدخول في مفاوضات بكل جدية مع اللاعب من أجل إقناعه باللاعب والانضمام للأهلي. استقرار كبير داخل الأهلي بعدم تفعيل بند شراء مروان عثمان نهائيا من سيراميكا كليوباترا لعدم قدرة اللاعب على تثبيت أقدامه في التشكيلة الأساسية، وذلك أيضا لعدم مساهمته بالشكل المناسب مع الفريق الفترة السابقة، ورؤية الجميع داخل النادي بأنه لم يتناسب بحجم وقيمة مهاجم الأهلي. والنادي يستقر بشكل شبه نهائي على الاكتفاء بمدة الإعارة الذي قضاها مع الفريق وعدم تفعيل بند الشراء عقب نهاية الموسم. الأهلي يستقر على عدم عودة أشرف دار المعار لنادي كرمال السويدي عقب نهاية إعارته مع النادي السويدي بنهاية الموسم الحالي. ومصدر يؤكد بأن كثرة إصابات اللاعب وظهوره بمستوى متواضع مع الأهلي جعل الإدارة تستقر على عدم عودته بعد انتهاء فترة إعارته. ويؤكد بأن النادي سوف يبدأ دراسة العروض المقدمة لأشرف داري من أجل اختيار العرض الأنسب والأفضل للنادي واللاعب، وذلك لرغبة الأهلي القوية بالتخلص من الأعباء المالية الذي يتعرض لها النادي من أشرف داري، وتحمل الأهلي جزء من عقد اللاعب من أجل تسويقه في يناير الماضي.
مصدر بالأهلي ينفي كل ما تم تداوله في الأيام الماضية عن تلقي النادي عروض من أحد الأندية الأسبانية من أجل الحصول على خدمات مصطفى شوبير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ويؤكد بأن كل ما قيل عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة وعبارة عن اجتهادات صحفية، والنادي لم يتلقى أي عروض رسمية من أحد الأندية الأسبانية من أجل الحصول على خدماته. والأهلي يغلق بيبانه أمام رحيل مصطفى شوبير في الصيف القادم لرغبة النادي القوية بالحفاظ على خدمات اللاعب في الموسم الجديد وعدم التفريط في خدماته في الوقت الحالي، وذلك نظرا لتراجع مستوى محمد الشناوي بشكل كبير الفترة السابقة واعتماد الجهاز الفني على مصطفى شوبير في المباريات مؤخرا. الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادات لمواجهة بيراميدز القادمة بالدوري، ويسطر بيعمل على تجهيز كل اللاعبين فنيا وذهنيا لمواجهة بيراميدز المرتقبة بعد الاستقرار على خوض مواجهة ودية أمام فريق زد يوم الاثنين القادم، وذلك لعدم فقدان اللاعبين حساسية المباريات قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز لرغبة الجهاز الفني القوية بالحفاظ على حساسية اللعب لدى جميع اللاعبين وتجهيز كل العناصر لمواجهة بيراميدز. يسطر بيطلب من جهازه المعاون بضرورة إحضار تقرير شامل عن فريق بيراميدز في آخر مبارياته بالدوري تقرير شامل عن نقاط القوة والضعف في الفريق السماوي، وذلك للعمل على وضع بعض الجمل التكتيكية والفنية المناسبة خلال الفترة القادمة للاستعدادات بشكل جيد للقاء. ويطلب أيضا تقرير مفصل عن كل لاعب في الفريق السماوي لدراسة المنافس بشكل جيد لوضع بعض الجمل التكتيكية والفنية المناسبة للتقليل من خطورة بيراميدز طوال المباراة. مصطفى أبو زهر عضو اتحاد الكرة يؤكد بأنه تم تهدئة كل الأمور بين الأهلي واتحاد الكرة بشأن الأحداث الأخيرة في مباراة سيراميكا، ويؤكد بأن هناك قيادات كبيرة من جانب الأهلي واتحاد الكرة ساهمت في تهدئة كل الأوضاع وعودة الاستقرار مجددا، وأن الجميع يعمل داخل منظومة واحدة ولا توجد أي خلافات قائمة، والاتحاد دائما يحرص على تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، وهناك لجان قضائية مختصة تضمن حصول كل طرف على حقه وليس شيء آخر مثلما قيل من جانب البعض لمحاولة تشتيت كل الأمور بين الأهلي واتحاد الكرة. فكرة القدم يجب أن تكون وسيلة لتوحيد الشعوب وليس سبب للخلافات. وفيما يخص حفل تكريم الحكام الذي أقيم في الأيام الماضية فيؤكد بأنه ليس متعمد وكان متفق عليه سابقا، خاصة وأنه تم تأجيله مرة والمرة الثانية كان صعب جدا تأخيره مجددا بسبب ارتباط الحكام بالسفر من محافظات مختلفة، وكذلك أيضا ارتباطهم بالمباريات، وهو ما جعل هناك حالة من أنواع الاستحالة بتغيير مواعيده، وإنه تم اتخاذ كل الإجراءات فورا عند حدوث الخطأ. ويؤكد أيضا عن تقدير اتحاد الكرة الكامل لجماهير الأهلي الذي يحظون بكل الاحترام والتقدير. الكابتن إكرام الشحات نجم الأهلي السابق يؤكد بأن مواجهة الأهلي أمام بيراميدز ستكون أصعب من مواجهة الزمالك، ويؤكد بأن الأهلي قادر على الفوز باللقاءين وهو في أسوأ أحواله وقادر على التتويج ببطولة الدوري، لكنه يرى بأن مواجهة بيراميدز هي الأصعب في المرحلة القادمة وتحتاج إلى تركيز وتكاتف جميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز واستعادة شخصية الأهلي، خصوصا وأن الفوز بالدوري يحتاج إلى الفوز في الأربع مباريات المتبقية وعدم التفريط في أي نقاط مجددا، لكنه يثق تماما على قدرة الأهلي بالفوز بالدوري وتحقيق أهداف النادي وجماهيره. الأهلي يرحب بشكل كبير بفكرة بيع إمام عاشور في الصيف القادم في حال تلقى النادي عرض مالي يفوق 6 أو 7 مليون دولار من أجل التخلي عن خدماته. ومصدر بالأهلي يؤكد بأن النادي لا يمانع بيع إمام عاشور، لكن في نفس الوقت النادي لم يضطر لذلك في حال عدم تلقي النادي عرض مالي مناسب من أجل التخلي عن خدماته الفترة القادمة. ويؤكد بأنه في حال عدم رحيل اللاعب عن الأهلي في الصيف القادم سيكون هناك استقرار كبير داخل النادي على تعديل وتمديد عقده مع الفريق لعدة سنوات قادمة من أجل الحفاظ على خدماته. وينفي أيضا تلقي النادي أي عروض من أحد الأندية السعودية من أجل الحصول على خدماته مثلما قيل في الأيام الماضية. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن أخبار الأهلي.